أهلا بكم. في نقطة إضافة أولى، رد رجل أعمال عراقي على تصريحات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك في حوار خاص لاستوديو التاسعة. بدءا، ماذا كان قد قال السيد المالكي عن هذه الشخصية؟ نشوف ونسمع. يوجد شخص مقاول بالخضراء ماخذ 6 عقارات. طيب، مطلوب 6 مليارات دينار ما يرضى يعطي. مسوي له شركة حماية ما مجازة. طيب، 100 سيارة داخله تهريب. كذا 100 قطعة سلاح موجودة وبها كواتم. كل ما يصدر أمر على هذا الشخص، ما أريد أجيب اسمه حتى لا أكسره زايد، لأن أنا ذكرت أكثر من مرة، يخافون حتى القوات تخاف تروح عليه. يعني صديق أحمد؟ يعني صديق أحمد؟ لا، اسمع. لأن هذا الشخص مشبك. طيب، ويا شخصيات، ويا مؤسسات إعلامية، شركاء موجودين، وتارس بطون الآخرين. زين. كل ما نصدر أمر قبض يخافون يروحون. أحمد قال اعطوني أمر القبض واعطوني القوات أنا أروح له. اعطوه شرطة وركب وياهم بالسيارة وراح له. ودخل للشركة مالته ولقى هذا العدد الكبير من السيارات وهذا العدد الكبير من الأسلحة والكواتم و6 مليارات دينار مطلوب و6 عقارات ماخذها مسوي فنادق. طلع من العقارات وأخذ من عنده 6 مليارات وأخذ السلاح وأخذ السيارات. فقامت القائمة عند الشركاء الذين كانوا يستفيدون من هذا الشخص. طيب، ونحن نترك للرأي العام العراقي ولمن يهمهم الأمر في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك السلطة القضائية تقييم ما جاء بكلام السيد المالكي وما رد عليه السيد رجل الأعمال. ماذا كانت الردود؟ شاهدوا معنا. يوجد شخص مقاول بالخضراء ماخذ 6 عقارات. كلام صحيح، كلام دولة رئيس العراق، رئيس الوزراء العفو، كلامه صحيح. كان عندنا 6 عقارات مأجريها من أمانة مجلس الوزراء دائرة العقارات في المنطقة الخضراء. مطلوب 6 مليارات دينار ما يرضى يعطي. كنا مطلوبين 6 مليارات دينار. هو هذا الرقم هنا صار اختلاف، هل هي 6 مليارات أو أقل؟ مسوي له شركة حماية ما مجازة. طيب، عاشت إيدك، سؤال ممتاز. إحنا كشركة أمنية في آن واحد كنا نحمي مطار النجف، آن واحد، مطار بغداد، مطار الموصل، المنطقة الخضراء، والبرلمان العراقي في آن واحد. 100 سيارة داخله تهريب. أستاذ، في 2003 في 2004 كان الحدود ما كان حكومة عراقية. كان بيها جندي أمريكي واقف على الباب، أتذكر من نروح من عمان إلى بغداد بالسيارة، وماكو لا ختم جوازات ولا استيراد ولا دائرة سيارات ولا شيء، ماكو دولة. طيب، 2003 الجيش الأمريكي تعاقد ويانا داخل المنطقة الخضراء، الوحدة، معسكر الوحدة ومعسكر الازدهار، بروسبرتي واليونيون، بالعربي الوحدة والازدهار، 2 معسكرين. تعاقدوا ويانا نجيب لهم سيارات، جبناها بال 2003 نهايتها بداية 2004. دخلوا جو المعسكر، ظلوا هناك إلى أن انسحب الجيش الأمريكي 2009 2010. رجعوا لنا السيارات. السيارات ما غير مرقمة، موجودة عندي قبال بيتنا، يعني كم سيارة؟ بال20 حوالي، 20 سيارة غير مرقمة. من أصل كم سيارة؟ من أصل الشركة؟ إيه؟ بالحدود 500 600. كم وحدة سيارة مدرعة؟ في حدود 80 90 سياره من العفو من الغير مرخصات. لو الغير مرخصات اذا ما تخني ذاكره كانوا 2 أو 3 منهم غير مدرعه. كذا 100 قطعة سلاح موجودة وبها كواتم. عندنا فوق ال 1500 سلاح مرخص. لما اجت القوات الامنيه دخلوا على المذخر مال الاسلحه، شافوا الاسلحه جردوها، طلعوا بهذا ال 1 أو 22 سلاح. راحوا طلع امر قبض من القاضي على مود عندنا اسلحه غير مرخصه. راح المحامي قال لهم يا اخوان صحيح هاي الاسلحه ما كانت رخصتها موجوده في خلصان رخصه ولا ما بيها رخصه اصلا؟ ما بيها رخصه. صحيح ما فيها رخصه عندنا بالمكتب، لكن احنا مبلغين وزاره الداخليه وعندها علم بهاي الاسلحه وارقامها وهي تحت الترخيص. كل ما يصدر امر على هذا الشخص، ما اريد اجيب اسمه حتى لا اكسره زايد، لان انا ذكرت اكثر من مره. استاذ سيد نوري المالكي شايفه 3 4 مرات بحياتي اخر 10 سنين. 3 4 مرات اعرفه. نعم طبعا اعرفه. لا، شلون شايفه يعني؟ ما مدى يفتح؟ شايفه في احتفالات رسميه، يعني نعم، بمؤتمرات رسميه شايفه. يعني ما تعرفه شخصيا؟ يعني ما تعرفه يعني معرفه اخرى غير انه لا. هل اكو تليفونات بيناتنا مثلا قصدك؟ نعم. لا طبعا لا. طيب اشرح لي هاي الصوره، عرضي يا زلمه المخرج. يعني هل هذه الصوره صوره شخصين ما يعرفون بعض؟
نعم اقول لك هاي اول مره بحياتي اقابل دوله رئيس الوزراء. وقابلك بكل هالوديه وانت ما تعرفه قبل؟ لا ما اقول لك ليش. إيه؟ هاي كانت يوم فوز العراق ببطوله اسيا. نعم. واجا الفريق للمكتب دوله الرئيس بالمقر ماله، وانا في وقتها تبرعت بالحفله، تبرعت بالاكل والى اخره مال الحفله كلها. هاي يعني من فرحتنا بالفوز انا رحت قلت لهم يا رئاسه الوزراء خلوني انا اسوي السيرفيس الاكل مالكم. لان هذا الشخص مشبك طيب ويا شخصيات ويا مؤسسات اعلاميه شركاء موجودين وتارس بطون الاخرين. زين. كل ما نصدر امر قبض يخافون يرحون. احمد قال اعطوني امر القبض واعطوني القوات انا اروح له. سيد رئيس وزراء الان وجه لك هاي الاتهامات. استاذي هاي مال قبل 3 سنين مو اليوم. هاي مو اليوم. حكاها اليوم بس قاعد يذكر حادثه قبل 3 سنين الرجال، مو حاكي قاعد يحكي على اليوم يا اخوان. كم مره هو ذكر اسمك؟ يقول انا ذكرته هوايه، كم مره؟ هاي ما سمعتها بس سمعت انا بالمقابله بس ما سمعتها شخصيا. ما سمعتها شخصيا. اعطوه شرطه وركب وياهم بالسياره وراح له. ودخل للشركه مالته ولقى هذا العدد الكبير من السيارات وهذا العدد الكبير من الاسلحه والكواتم و6 مليارات دينار مطلوب و6 عقارات ماخذها مسوي فنادق. طلع من العقارات واخذ من عنده 6 مليارات واخذ السلاح واخذ السيارات. انا في رايي خانه الذاكره، انا هذا رايي الشخصي. انا اقول لك شلون. هذا الموضوع صار له 3 سنين. إيه؟ لما دوله رئيس الوزراء يقول 100 سياره و100 سلاح، ممكن يكون 99 101 فهو قاعد بما معناه قاعد يقول لك رقم عالي. معلومه اعتقد هو قصد الفكره مالتها، لكن ارقام غلط، كانت الارقام خاطئه يا استاذ. احمد قال اعطوني امر القبض واعطوني القوات انا اروح له. يا اخوان ماكو ابسط من اني اليوم لو اشوفه هسه تحطون 2 قبالي هنا بالاستديو واكو واحد بينهم احمد المالكي وواحد ثاني ما راح اعرف يا احمد المالكي ويا الثاني. شخاط طين احرق روحي، شخاط طين شخاط طين شخاط طيني. طقت دشداشه سنح بفراشه ويا الغطاشه يطلع وحش الشاشه.